حضر مشروبك، واقفل النور، وشغل السماعة. اللي هتسمعه دلوقتي مش خيال، دي جريمة حصلت بجد في قلب بيت مصري، وسط ناس بسيطة. في حد دخل بيت وذبح وولادها من غير صوت، بدون رحمة. ومن يومها بني مزار ما بقتش زي الأول. ويلا نفتح المحضر. الساعة كانت قربت على 2 الفجر. قرية صغيرة اسمها الشارقة في بني مزار بمحافظة المنيا. الدنيا برد والناس كلها نايمة، ولا صوت غير نباح كلب بعيد وخطوات هادية ماشية على تراب الطريق. في بيت بسيط على طرف الغيط، بيت فلاحين عاديين، بس اللي حصل فيه مش عادي أبداً. الناس بدأت تصحى بدري. جار من الجيران بيخبط على الباب، محدش بيرد. يبص من الشباك يشوف منظر عمره ما هينساه. الست صاحبة البيت نايمة على الأرض، مش نايمة دي، مرمية، ومفيش نفس، وفي دم كتير على الحيطة، على الأرض، حتى على وشها. الواد مرمي جنبها، والبنت في الأوضة التانية، كله متقطع، كله مسبوح. اللي شاف المنظر صرخ، وصوته لف في البلد كلها. الشرطة جات، ضباط مش مصدقين جريمة بالشكل ده، وملهاش أي صوت، ولا حد سمع حاجة، ولا في بصمات واضحة، ولا حتى باب مخلوع، ولا كسر شباك. الجثث فيها طعنات كتير، بس مش طعنات عادية. اللي عمل كده كان بيقطع بلذة، مش بيقتل ويمشي. البلد كلها بتتكلم، ناس بتقول دي جريمة سحر، وناس تقول ده قربان للشيطان، وناس تقول ده أكيد الأب هو اللي عملها. بس الأب كان في شغله، والطب الشرعي أكد كده. يبقى مين وليه وإزاي؟ الناس بتسأل مين يقدر يدخل البيت من غير ما حد يحس؟ مين يذبح 3 بني آدمين ويسيب الدنيا كأن مفيش حاجة حصلت؟ المباحث بدأت تلف. في شاب من البلد اسمه طارق، شاب مش طبيعي شوية، دايما ساكت وبيتكلم مع نفسه. الجيران قالوا ده أكيد هو، ده بيقعد جنب المقابر بالليل، لكن مفيش دليل ولا بصمات ولا سلاح. بس الضغط كان كبير، والناس عايزة جواب سريع. خدوا طارق على مركز الشرطة، قعدوا قدام الضابط والنيابة يسألوه كنت فين يوم الحادثة؟ قالهم كنت نايم في البيت. في حد شافك؟ لا. ابتدوا يضغطوا عليه. واحد من الضباط قال له انت اللي عملت كده يا طارق صح؟ طارق قال بهدوء أنا حلمت إن الدم مغرق الأرض، بس ما كنتش أنا اللي بمسك السكينة. الرد ده خوفهم أكتر من لو كان اعترف. بعد ما الشرطة مسكت طارق، الجرايد بدأت تكتب عناوين تخض. اتمسك اللي ذبح الأسرة في بني مزار، شاب مجنون قتل أمه وولادها. الناس كلها صدقت بسرعة، قالوا أكيد هو،
باين عليه مش طبيعي. بس جيران طارق كانوا مصدومين، قالوا ده غلبان، عمره ما رفع صوته، ده مجرد عامل غلبان شغال في المعمار، ده عمره ما يعرف يذبح فرخة. بس خلاص، الإعلام خلى الناس تحكم قبل ما المحكمة تتكلم، وبقى طارق في نظر الكل هو القاتل. حتى من غير دليل تحس إن كل ما صدق إنه في حد يشيل القضية. داخل قفص الاتهام طارق ووشه باين عليه الخوف، واقف لوحده ولا في حد معاه. المحامي قال للقاضي: يا سيادة القاضي، طارق مريض نفسي ومش مسؤول عن اللي حصل. لكن وكيل النيابة قال: يا فندم، الجريمة حصلت ضد إقة، والوحيد اللي كان حوالين البيت هو طارق. القاضي سكت شوية وبعدين قال: الجلسة اتأجلت للنطق بالحكم. بس الناس كلها كانت عايزة الحكاية تخلص وخلاص، مش مهم مين اللي عملها، المهم يرتاحوا. بعد كام يوم بنت صغيرة من الجيران راحت قالت لأمها: ماما، أنا شفت واحد كان خارج من بيت الست يوم ما حصل اللي حصل. الأم اتخضت وسألتها: كنت ساكتة ليه؟ البنت قالت: خفت، كان لابس جلابية سودة ووشه ما كانش باين خالص. الكلام وصل للنيابة بس قالوا طفلة ممكن تكون بتتخيل، مش هنبني قضية على كلامها. واللي حصل إنهم تجاهلوا الشهادة كأنها ما حصلتش. أخو الست اللي اتقتلت راح يزور قبرها بعد الدفن بأسبوع. قعد قدام التربة وقال: أنا عارف أختي، مستحيل تسكت لو حد غريب دخل عليه، بس ليه ما صرختش؟ ليه ما حدش سمع صوت؟ هل الصحفيين اللي عمل الجريمة دي كان قريب؟ يا حد من الجيران؟ يا حد عارف كل حاجة عن البيت؟ الناس افتكرت حاجة مهمة: باب البيت كان مقفول من جوه، يعني اللي دخل بمفتاح، واللي خرج وقفل الباب تاني. مين معاه نسخة من المفتاح؟ في حد من العيلة؟ ولا الجاني كان عايش معاهم؟ ولا هو حد بيجي للبيت كتير ومحدش واخد باله؟ الشرطة نفسها ما قدرتش ترد، والسؤال ده لسه من غير جواب. وفي الآخر طارق اتحكم عليه بالسجن. ناس قالت هو فعلا اللي عملها، وناس تانية قالت اتحبس ظلم. بس لحد النهاردة مفيش دليل واحد مؤكد، ولا حد عارف الحقيقة فين. والبيت بقى مهجور، واللي يعدي من قدامه بيبصله بخوف، كأن الجريمة كانت امبارح. لو عجبك النوع ده من القصص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، علشان عندنا لسه محاضر كتير ما اتفتحتش. سلام.